بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة. وعندنا النهاردة موضوعين مهمين جدا. أولهم تجديد محمد الشناوي مع النادي الأهلي، وهنتكلم طبعا بالتفاصيل عن حوار التجديد والأرقام اللي هياخدها محمد الشناوي، مقارنة طبعا بالأرقام اللي كان هياخدها مع النصر، اللي هو كان جاي له العقد الوحيد إن هو يحترف بره يعني. والمفاجأة التانية إن أكرم توفيق، يعني في أخبار يعني فاهم، 50% 50% لأ. تمام. بس حابب اقول لك ان اكرم توفيق احتمال يكمل مع النادي الاهلي ويجدد عقده. هنتكلم باذن الله على كل التفاصيل ديت. تعال نبدا بايه. اول واحد هو الشناوي طبعا يعني كان جاي له عرض من النصر السعودي اللي هو الاحتراف الخارجي يعني، بقيمه 3 مليون دولار في الموسم، يعني 150 مليون جنيه. انت شفت الرقم الخيالي ده؟ اهو شوف، الشناوي عنده 36 سنه، يعني مش يعني 150 مليون دول كتير قوي على حارس. خلاص يعني فاضل له مثلا 3 4 سنين وخلاص هيبطل خلاص كده كوره يعني. وفي حراس بتكمل بس على حسب مستواها البدني طبعا والقدرات بتاعتها، بس مش اكتر يعني. شريف اكرامي لحد دلوقتي 41 سنه اهوت وبيلعب عادي، انت فاهم، بس بيقعد احيانا دكه اكتر حاجه يعني. فالشناوي يعني حارس فاضل له 3 4 سنين ويخلص ويفنش. فدلوقتي لما النصر السعودي يجي يقدم للشناوي العرض ده، يبقى الشناوي هيروح السنتين دول ولا الثلاث سنين دول هيعمل فلوس كويسه جدا ليه، انت واخد بالك. بس المفاجاه بقى ان الشناوي هيجدد مع النادي الاهلي لمده موسمين، مع اضافه موسم كمان، يعني طبعا باتفاق الطرفين ساعتها. يعني مثلا الموسمين اللي هيعملهم هو الموسمين اللي هيجددهم، بس في موسم اخر ده اللي هو هيبقى التالت ده باتفاق الطرفين. اذا الشناوي حابب يكمل او الشناوي خلاص كده يعني اكتفى، او ممكن ساعتها هيعتزل، الله اعلم لسه ما نعرفش هيحصل ايه. فده يعني شرط كده ايه جانبي يعني. طيب الموسمين دول الشناوي تفاصيل عقده ايه؟ 35 مليون في الموسم. انت واخد بالك من الرقم؟ 150 مليون و35، رقم كبير شويه، فرق كبير، انت فاهم قصدي. فالشناوي هتقول لي 35 مليون هو الاهلي كسر سقف الرواتب بتاعته؟ اقول لك لا. الشناوي عقده مع الاهلي هيبقى 20 مليون، ده الاساسي. 15 مليون ده هو الاعلانات، السبونسر. تاخد بالك من رقم 15 مليون اعلانات. فاحنا نشوف من هنا ان اي لعيب في النادي الاهلي حرفيا بيجي له حق اللي هو الرعايه بتاعت الاعلانات. العقد بتاعه يبقى كويس جدا، الفئه الاولى اللي بتبقى 15 مليون ل 20 مليون. فده كده كويس جدا، كويس جدا 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 كمان. يا ابني ايام زمان، ايام جيل تريكا وبركات، كان كل واحد بياخد له مليون 2 مليون، ده بالكتير قوي، بالميت بالميت. اللي هو اعظم لاعب، يعني اعظم الله وحده يعني، بس اعظم لاعب هو يعني بياخد مليون 2 مليون بس. تخيل دلوقتي 20 يعني فاهم، 15 مليون 20 مليون، غير اعلانات بتبقى توصل 30 40 مليون. اللهم يعني ربنا يزيدهم يا رب ويبارك لهم يعني باذن الله. بس آه، دلوقتي اللي احنا بنشوفه من العقود والمطالبه، يعني مثلا اكرم توفيق اللي هنتكلم عليه وغيره، هم بيطالبوا بفلوس خزعبليه. انا عايز 50 مليون، انا عايز 60 مليون. ايه ده؟ هي بقت الرقم ده زي صباح الفل كده، عايز سندوتشين طعميه او كل واحد بخمسه مثلا او 6 جنيه. مش بالعقل يعني. نفكر بعقلنا شويه، ان هو فاهم انت اللي هو ازاي بيطلبوا الارقام دي؟ بيجيلهم جراءه ازاي؟ عشان ايه؟ جيم، عضلات، انستا، السوشيال ميديا جنريتكم. والله العظيم يعني جيل زمان ده لا يعوض، لا بتاع سوشيال ميديا ولا بتاع اي حاجه بقى. هو كان للنادي الاهلي يعني فاهم انت، اللعيبه الوفاء بتاعهم للنادي الاهلي، او لعيبه الزمالك وفاء ليهم نادي الزمالك. منهم امثال يعني، كان حازم امام اللي هو الكبير اللي هو الصغير، وعندك برضو لحد دلوقتي في لعيبه من بتوع الجيل زمان لحد دلوقتي بيشجعوا الزمالك ومنتمين ليه، زي طبعا عبد الحليم علي المحترم جدا، حازم امام برضه زي ما بقول لك، آه، شيكابالا اللي عايز تضيفه. ففي لعيبه كتير في نادي الزمالك، يعني خلاص هم منتمين لنادي الزمالك. انما
ولاعيبه برضه في النادي الاهلي، أبو تريكه وبركات وسيد معوض، اكلمك على ناس كتير، كابتن سيد حفيظ وكابتن محمد عماره لا لا لا، في كتير. احمد حسن منه لعب يعني، انها مسيرته اعتقد في نادي الزمالك بس بيحب النادي الاهلي. معتز اينو، لا لا لا، كتير كتير يعني بيشجعوا النادي الاهلي ومنتمين للنادي الاهلي، وساعتها كانوا بيلعبوا مش للفلوس ولا الشهره، الحوار ده كانوا بيلعبوا للنادي الاهلي بس. فعشان كده عايز اقول لك، الشناوي لما هيجدد مع النادي الاهلي هو انتمائه للنادي الاهلي، ما كان ممكن يروح يبص للفلوس ويروح ياخد ال 150 مليون عادي خالص يعني، ويبقى الحارس الاول في النصر، خلي بالك يعني. الشناوي انا شايفه ان هو ببطولاته دي كلها هو حارس برضه متوسط، او مش حارس اللي هو الكبير قوي، اللي هو ياه ايه ده. النادي الاهلي اللي عدى عليه حراس يعني، انا شايف اللي هو مثلا من الطينه الحلوه هو مصطفى شوبير. انت واخد بالك يعني، واد ثابت على الاداء بتاعه، ما بيخافش، جريء قوي، يطلع يصد الكرة بيفرد جسمه بكامل جسمه، فاهم قصدي. فالشناوي يعني عيبه ان هو ايده دي تحسها مقطوعه يعني، سوري بجد والله. كرة ماتش الزمالك دي يا جماعه، يعني هو عمل ايده كده، عمل ايده كده، الكرة عدت من ايده يا جماعه، الكرة عدت من ايده خالص. فهو اللي هو ازاي يعني، اللي هو ازاي تحصل كده في حارس كبير زي الشناوي. وبرضه في ماتشات سان داونز يعني، سان داونز ده يعني كتير كانت الكوره بتيجي بتبقى بيعمل كده، انت فاهم اللي هو ايه، خلاص الكوره دخلت جول اصلا، مثلا ما يمدش تراي عليها اي حاجه يبين ان هو بيصد يعني. فيعني كل التوفيق لمحمد الشناوي طبعا يعني، واتمنى ان هو يتالق اكتر واكتر، ويبقى يعني حارس مرمى النادي الاهلي هو مش حاجه صغيره يعني، الحارس مرمى بتاع النادي الاهلي ده حاجه كبيره، فلازم محمد الشناوي يكون قدها. هو ياما عمل لنا ماتشات حلوه، في ماتشات ما بيوفقش فيها، بس اللي ما بيوفقش فيها تبقى اكتر، ودي اللي بتزعلني الصراحه يعني. انما مصطفى شوبير حرفيا انت حطيته في اختبار صعب، كان ماتش الوداد في النهائي، حطيته في ماتش الذهاب، فهو ادالك شوبير، ادالك ماتش عالمي، ولا يسأل على الجول اللي دخل فيه ساعتها في ماتش الوداد. بس كده، فانا يعني اتمنى باذن الله محمد الشناوي ان هو او كابتن محمد الشناوي باذن الله يكمل على مستواه، وان هو يطور من نفسه شويه كمان في السنتين دول، وباذن الله يعني نشوف يعني الاداء اللي هنستناه من كابتن محمد الشناوي ان هو يكون في افضل حال باذن الله. تعالى نتكلم بقى عن الموضوع التاني، هو اكرم توفيق. اكرم توفيق طبعا كان في شهر 12 طلع تصريحات من رئيس الشمال القطري، مش عارف كان اسمه الرئيس محمد بن خليفه حاجه زي كده، قال ان هو خلاص اكرم توفيق وقع معانا عقد لمده 3 سنين، وهينضم لينا في شهر 6 الجاي. وفعلا اكرم توفيق فعلا كان ماضي مع الشمال القطري. طبعا احنا كلنا اتفاجئنا ساعتها ان ازاي احنا بنبلغه بالتجديد وهو راح مضى، مع ان لسه شهر واحد ما كانش جه. فاحنا لما طلع بقى التصريح ده يعني كان في شهر 12 او شهر واحد حاجه زي كده، فقالوا ايه، اكرم توفيق خلاص هو كده خارج حساباتنا خالص يعني. حصل شويه ازمات في الفتره الاخيره، ان اكرم توفيق مش عايز يروح الشمال القطري وعايز يكمل مع النادي الاهلي، والاهلي حرفيا يعني كان قافل المفاوضات مع اكرم توفيق ساعتها، علشان ما اداش احترام النادي الاهلي، ما بلغش النادي الاهلي ان انا بتفاوض مع نادي تاني. انا شايف ان في اخبار بتقول ان اكرم توفيق احتمال يكمل في النادي الاهلي ويجدد عقده لمده 3 مواسم. هتقول لي ازاي، هقول لك عادي، ممكن يلغي العقود بتاعت الشمال القطري خالص ويديها لهم، ويمضي مع النادي الاهلي 3 مواسم جداد يعني. بس انا شايف يعني الحركه دي عملت من رمضان صبحي، واتعملت من الحضري اعتقد، وكذا لعيب. احمد فتحي الوحيد اللي قال للنادي الاهلي انا هجدد موسم كمان، وخلاص هيبقى اخر موسم ليا فعلا. خلاص هو ده احترام يعني، مش حاجه وحشه. خلاص يا باشا، انت اديتني كلمه، خلاص انا موافق. بس انك تمضي مع نادي تاني من غير ما تبلغني، عشان انا بجدد معاك برضو، انا بتفاوض معاك في التجديد، وانت تروح تمضي مع نادي تاني، دي من اللي مش حلوه يعني. فانا شايف ان كابتن محمد رمضان ممكن يعديها وممكن لا، بس انا شايف ان اكبر نسبه هتكون لا، اكبر نسبه، ان مش من بدل النادي الاهلي اللي هتحصل كده، والا اذا بقى هتقع بقى،
يعني كده المبادئ هتقع خالص يعني. اتمنى ان كابتن يعني محمد رمضان انه يسيب اكرم توفيق يحترف. مش على حاجه والله، اكرم توفيق لعيب رجولي جدا في الملعب، مش لعيب رجولي اللي هو راجل جسمانيا، لا، رجولي في الملعب. بس عنده شويه حاجات ناقصه. مثلا ما عندوش قدره الهجوميه، ما عندوش زياده هجوميه، ما بيرفعش عرضيات، مثلا بيلعب باك رايت. هو بيلعب خط نص، انا عارف دي، بس برضه اساسيات خط نص هو مفتقدها شويه، زي كريم نيدفيد كده. اله يا رب، يا رب كريم نيدفيد ما يجدد، يا رب ده اخر سنه دي. انما يا رب، والله العظيم انا بتمنى يا عم يروح الجونه، يا عم يوديه هو الشمال القطري يا عم، بس كريم نيدفيد ما يجددش مع النادي. عارفين احنا بندفع فلوس في الارض، بجد مع كريم نيدفيد ده احنا بندفع فلوس في الارض، مرتب في الارض والله. مش مفيد، مش مفيد، واقسم بالله انا مش عارف النادي الاهلي ازاي متمسك بيه لحد دلوقتي كده. يعني انت باذن الله هتراجع عبد القادر وديانج خلاص بقى، يعني مشي شويه بقى عشان شويه ناس كده عشان المرتبات بقى. منهم كريم نيفيد، باذن الله باذن الله كريم نيفيد اول واحد ان هو ما يجددش مع النادي الاهلي باذن الله يعني. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. كان موضوع طبعا تجديد كابتن حمد الشناوي، وموضوع كمان بقاء اكرم توفيق مع النادي الاهلي. وانا شايف ان هو اعتقد 60% 70% مش هيكمل مع النادي الاهلي وهيروح الشمال القطري، وساعتها هنتمنى له طبعا كل التوفيق مع ناديه الجديد. كده حلقتنا النهارده، اتمنى ربكم عجبتكم، اشوفكم على خير باذن الله. سلام.